السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معكم احمد امين، وده الفيديو الاخير من سلسلة ال HTML، واللي انا خليت تشات جي بي تي يكتب مشروع ليكم. وهنا والله العظيم انا ما بحرض على ان تشات جي بي تي يا لهوي يكتب كل حاجة وتشات جي بي تي يعمل ويسوي، مفيش الكلام ده. انا كل غرضي ان انا عايز اوريك انك ازاي تكتب HTML وخلاص. في السلسلة دي انت نفسك عايز تكتب HTML كان بها، مش عايز انت حر، يعني انت حر. هي الفكرة في ايه؟ ان انت هتعتمد على تشات جي بي تي من دلوقتي انت هتعاني. انا نفسي اعتمدت عليه فيما بعد، يعني بعد ما اتعلمت كل حاجة وبتاع مش عارف ايه، بقت دماغي مستهدفة فكرة انه اي حاجة يلا روح تشات جي بي تي اسأله كده. فبروح فعلا اسأله، يروح قايل لي يا اسطى انت ناقصك واحد اتنين تلاتة، واروح اطبق. في غيري لا، هو مش بس بيروح يشوف ايه ناقصه ايه، ده حرفيا بيروح يرمي له الكود يقول له شوف لي المشكله ايه هنا وحلها لي، وبياخدها كوبي بيست ويرميها تاني. ففي غيري في حلقه ادفانسد من الموضوع ده اللي هو، وانا شفت ده بعيني اقسم بالله العظيم. وهنا بقى المسمى بتاع فايب كود اللي ظهر الزباله ده. ما علينا، يعني احنا مش هنتطرق للموضوع ده، احنا هنتطرق لايه؟ ان احنا عايزين نكتشف ايه اللي مكتوب في البادي ده من خلال الامور تشات جي بي تي. تمام. عايزين نتكلم في ايه؟ عايزين نتكلم ان الاتش ريف بتاعه بيودي على هاش. الهاش ده دايما اعرف ان هو اللي بيريفير للاي دي. الاي دي ده فين؟ اللي هو المين كونتنت. مين كونتنت مين؟ اللي هو ده. اوكي. فانا لو دوست على السكيب تو ذا مين، لو في مسافات الدنيا والاخره كده، لو في مسافات كتير جدا، هو هيروح ناطط مره واحده على المين سيكشن. اوكي. طيب احنا عندنا الهيدر، قسمها واستخدم الهيدرز واستخدم الناف بارز واستخدم الارتكلز واستخدم الحاجات دي. طيب الهيدر بتاعنا فيه ايه؟ اللي هو هيدر السكشن. وخلينا بقى نرجع الستايل ده علشان اوريكم بس هو فنان قد ايه. معلش اهو، هو ده الهيدر اللي هو الامور ده، اللي فيه الاباوت والارتكلز والكونتاكت والاسم والمسمى الوظيفي مثلا. هو عمله كانه بورتفوليو يعني. فالمهم قالك ان هنا في الزرار بتاع التوجلر، او اللي هو ده برضو بالمناسبة، اللي هو ده، هو ده الزرار. والدارك مود بتاعه زي الزفت، اسمع علينا. فراح حاطط الزرار، وبعدين راح قايلك ان النافيجيشن بار فيه التلات ايه، التلات لينكات دول، وحاططهم في يو ال علشان الموضوع يكون منسق ومنظم اكتر. انتوا واخدين بالكم هو بيستخدم ايه؟ طيب ال اي جواها انكر تاجز. محدش بقى استظرف يقول لي ليه ما استخدمش باتنز. روح اقرا ايه الفرق ما بين الانكر والباتن بالله عليك يعني. خلاص. فالمهم ان انا قايل له استخدم بقى الاريز واستخدم الحاجات دي كلها. فهو هنا بيقول له ان الاريا كارنت البيج، انت في البيج خلاص اللي هي الاباوت. في بقى الارتكلز وفي ماشي. ماشي. هنا الارتكلز برضه كلهم مديهم هاش هاش. ليه؟ عشان السكشنز بتاعه الارتكلز اهو اي ديز، والاي دي بتاع الكونتنت او الكونكت او الكونتاكت، الاي دي بتاع الكونتاكت، فبالتالي بينزل على السكشن بتاع الكونتاكت. تمام. ماشي. وبعدين راح مستخدم الاتش 1 وقال لك احمد امين اللي هو الاسم. وبعدين راح مستخدم الباراجراف وقال لك السترونج، التاجه بتاعت السترونج عشان يخلي الاسم ايه، بولدد. وراح مستخدم اللي هي الجريتر ذان والمش عارف الليتر ذان، وقال لك والله لا ده انا هحطهم بقى والسلاش وبتاع مش عارف ايه، عشان لو هو كتبهم بالطريقه دي هيعتبرها كانها ايه، كانها تاجه اصلا. تمام. ودي اللي هي اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا ان دي السبيشال كاركترز، او مش سبيشال كاركترز، هي دي السيمبلز والانتيتيز يعني، لو تفتكروا في الفيديو اللي هو ال 15 تقريبا. طيب هنا الاي ديز، وهنا المين، هنا السكشن ده اللي يفيدنا، هنا الباراجراف، وقال لك هنا اللي استخدم السترونج تاني، وهنا مثلا ايموجي اهو نستخدمه عادي جدا از كونتنت او از تكست. هنا البلوك كود استخدمها برضو، حط اللي هي الكوتيشنز فيها والكلام اللذيذ ده. تعال نبص عليها اصلا بصة هناك. ادي البلوك كود واداله بقى الدنيا بتاعته يعني كستايلز، يعني اللي هو البلوك كود ده. عندك يا باشا الارتكل ده جديد برضو مستخدمه، وموزع الدنيا بالتسلسل الطبيعي لل H1 وال H2 وال H3. فمستخدم جواها الانكر تاج علشان يقدر يقولك ان انت لو عايز تروح على ارتكلز تانيين اللي هي الفيتشرز او الفيتشرد ارتكلز هنا اهي. المهم يعني ان هو بيحاول يكتب لك الحاجات دي بتريفير لايه وبتاع مش عارف ايه. هننزل للسكشن بتاع الكونتاكت مي.
هتكتب اسمك وهتكتب الايميل بتاعك وبعدين هتكتب الريزن بتاعك، وهنا السلكشن اهو. يعني لو انت عايز تكولابريت معايا، لو في فريلانس جوب، لو just a question، فانت هتكتب انه ازيك مش عارف ايه اعمل ايه، وبعدين ايه تسند المسج. طبعا هنا بقى قال لك على الفاليديشن لو تفتكروا برضه، فاهمين؟ وهنا مش هيقولك لا، هيقولك انه لازم يكون ايميل، فانت هتعمل الات ودوت مثلا وتعمل سند، فهيبعت. اسمع علينا يعني. فبس. وهنا الفوتر، الفوتر ده استخدم فيه زي ما احنا واخدين بالنا اهو، اللي هي الكوبي رايت. والكوبي رايت والهارت دي، معرفش الهارت دي مستخدمها كايه بصراحة. تعال نبص. مستخدمها كبرضو انتيتي. فالموضوع بكل اختصار، انت بتستخدم ال HTML ازاي وبأنهي structure و architecture بس. الستايلز دي برضو خليته هو يعملها، يعني احنا ممكن نلغيها. بص هيبقى شكل الويب سايت عامل ازاي، او شكل البيج يعني عامله ازاي. هنعمل له كومنت خلاص ونروح نبص بصه اهو. ده الشكل الطبيعي بتاع ال HTML. وادي اللينكات اهي، ولو فتحنا لينكدين هيوديك على لينكدين بتاعي، لو فتحنا جيت هاب برضو نفس القصة. فبس كده، بس كده يا جدعان، هو ده الحوار. اوكي. اوكي. يلا، سلام عليكم. اشوفكم بقى في السلسلة بتاعت ال CSS، واللي هنبتدي نتكلم فيها عن مفاهيم جامدة جدا 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 للصبح بقى، نفضل نقول جدا. زائد ان احنا انا عن نفسي ما اعتقدش ان انا هشرح ال CSS بالطريقة المعتادة، لان كده كده خلاص انا شرحت ال HTML بالطريقة المعتادة. اللي هو انت عندك مليون حد بيشرح HTML، وعندك مليون حد بيشرح CSS، وعندك مليون حد بيشرح جافا سكريبت. بس ما اعتقدش حد ممكن يكون بيضيف طريقة جديدة مثلا. ماشي، كل واحد له طريقة جديدة او بيضيف للكوميونتي بقى. خلينا نستخدم الكلمة دي وهي كلمة حسين. حسين ده حد من زمايلي واصحابي واخواتي اللي قضوا معايا فترة الجامعة لحد دلوقتي، يعني ان شاء الله طول العمر. ف... فبس فالفكرة في الإضافة للكوميونتي في حد ذاتها. فإن شاء الله إن شاء الله السلاسل اللي جاية هحاول ما اشرحش بالطريقة المعتادة. هحاول اشرح بقى ايه، انه بجد فعلا هيحس ان اللي هيخش ده لازم يكون عندي باك جراوند، علشان انا هشرح الافكار باختلاف سيكا بس مش اكتر. فاشوفكم في السلاسل الجاية ان شاء الله. كان معاكم احمد امين، سلام عليكم.